السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وكل سنة وانتم طيبين. النهارده باذن الله هعمل معاكم مقرمشات بطعم حلو جدا وكمان قرمشة حلوة جدا جدا بكمية كمان كبيرة فقط ب7 جنيه. وصفة النهارده تنفع بقى سهرة خميس او سهرة جمعة او كمان للعيد، او كمان لو اولادي كده بقى بيذاكروا وحابين ياخدوا استراحة من المذاكرة، فدي هتبقى حاجة حلوة جدا بقى تشجعيهم بيها كده على المذاكرة. تعالوا بقى نشوف الطريقة، بس ما تنسوش بقى لايك حلو زيكم وكمان الاشتراك. اول حاجه بقى معايا كده ربع كيلو من المكرونه، طبعا تقدري تستخدمي اي نوع مكرونه انتي بتحبيه او اولادك بيحبوا. كنت طبعا محضره ميه على النار، اول ما غليت نزلت طبعا بالمكرونه وهبدا ان انا اسلق المكرونه بس نص سلقه. طب بعد بقى كده طبعا ما صفيتها كويس هبدا ان انا احط عليها 3 معالق كبار من الدقيق. اهم حاجه بس كده اقلب المكرونه واكون ضامنه ان كل المكرونه اتغلفت كويس جدا بالدقيق. بعد كده هحضر زيت، بعد بقى ما سخن الزيت كده معايا كويس هبدأ بقى انزل كده بالمكرونة، وبعد بقى ما تاخد عندي اللون الذهبي الحلو ده هبدأ طبعا ان انا ارفعها من على الزيت. طب كده نسمع صوت القرمشة، بس زي ما انتوا بقى شايفين القرمشه الحلوه بقى وصوت القرمشه الحلو بتاعها ده. تعالوا بقى كده نحط التوابل، نص معلقه صغيره من الملح، وربع معلقه صغيره من الثوم البودره، معلقه صغيره من البابريكا، وكمان هحط رشه بسيطه جدا من الكمون. لو مش حباه طبعا تقدري تستبعديه، بس ادى طعم حلو للمقرمشات. وكده بقى عندنا احلى مقرمشات بطعم حلو جدا وقرمشه هايله جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين بقى بصوا كميه حلوه جدا جدا بتكلفه فقط 7 جنيه. يعني بصوا بقى ايه، زي ما ايه دايما بقول لكم كده، التكلفه قليله والكميه كبيره. زي ما قلت لكم تنفع طبعا لسهره خميس بقى، سهره جمعه، يعني وانتوا قاعدين مثلا كده مع الاولاد مثلا بتتفرجوا مثلا على فيلم او حاجه، فهتبقى حلوه جدا جدا. تنفع طبعا في استراحه المذاكره، فالاولاد طبعا هيعجبوا بيها جدا جدا. اتمنى طبعا الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش بقى لايك حلو زيكم كمان اشتراك وعندكم مشاركه كتير عشان الكل يستفاد.